السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت طالب في تالتة ثانوي فالفيديو ده ليك. سؤال على فصل محمد علي، سؤال كده خبيث محتاج طالب يكون مركز. يلا بينا. صديقي، بعد خروج الحملة الفرنسية بدأت الدولة العثمانية في استعادة السيطرة على مصر من خلال اختار حاجة من الأربعة دول: محاولة التقرب من المماليك، نفي زعماء المماليك خارج البلاد، حرمان كل زعماء المماليك من المناصب الهامة، حرمان بعض زعماء المماليك من المناصب الهامة. محاولة التقرب من المماليك هتستبعدها لأن الدولة العثمانية والمماليك ما كانوش على اتفاق، لكن التلاتة اللي باقيين تحس إن الإجابات كلها قريبة من بعض. يا ترى الإجابة هتبقى إيه؟ بقى يا صديقي هتبقى حرمان بعض زعماء المماليك من المناصب الهامة. طب ليه يا مستر أنت اخترت الإجابة دي؟ هقول لك ليه. دلوقتي الدولة العثمانية والمماليك ما كانوش على اتفاق، بس الدولة العثمانية حاولت تتخلص من المماليك باتباع سياسة التدرج، يعني ما تخلصتش منهم مرة واحدة كده. طب ودليلي على كده ايه؟ ان هم فضلوا موجودين لغاية عهد محمد علي، لما محمد علي اتخلص منهم خالص في مذبحة القلعة 1811. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة عشان ان شاء الله ننزل لك مراجعات كاملة على الفصول. سلام.